السلام عليكم. كل الناس تعمل لايك، اول مره اطلب منك تعمل لايك وشير كتير للفيديو ده عشان الناس كلها تستفيد. اول حاجه الاسعار بدات تغلى، غلا مش كويس يعني. وبعدين ليه؟ لان مفيش استقرار في سعر الدولار، النهارده بسعر، بكره بسعر، بعد ساعه بسعر. فالبضاعه هتفضل كده، النهارده بسعر، بكره سعر، بعده سعر، لغايه اما الدنيا تستقر. طب نعمل ايه؟ نعمل ان احنا ننزل نجيب بضاعة. لو انت معاك فلوس هات البضاعة اللي انت عايزها في الاجهزة بالذات. لو انت عروسة انزلي هات بضاعتك من كذا محل، ما ترسيش على محل واحد. لا، ده انت روحي محل واثنين وثلاثة وعشرة. هاتي من هنا بوتاجاز، هاتي من هنا سخان، هاتي من هنا مروحة، هاتي من هنا غسالة، هاتي من هنا اي حاجة. مهم ان انت تجمعي كل حاجتك. الناس اللي عايزة تغير او الناس اللي عايزة ترجع، لو انت جبت حتة بضاعة ما ترجعهاش، ترجعهاش على الاقل استنى شوية لغاية اما الدنيا تغلى وبعد كده بيعها. لما ما ترجعهاش، لو رجعتها ترجعها بالسعر القديم تبقى انت خسرت فيها، لان انت لو هتنزل تجيب حاجة اعلى او حاجة ازيد هتزيد اكتر من 30%. الاسعار دلوقتي زايدة من اول 5 و10 و20%، وممكن توصل ل30%. ركز كويس قوي لما تنزل تشتري البضاعة، الأجهزة بالذات. اصبر وروح شوف أمازون، شوف محل جملة، شوف تحت البيت، شوف نون، شوف المنصات كلها، وشوف تحت البيت، وشوف محلات الجملة، وشوف الكلام ده وهات. هات بضاعتك على طول. ما تنفعش ان انت تسأل محل السعر عندك كام، يقول لك جنيه، تروح له بكره على اساس ان انت معاك جنيه يقول لك لا دي بقت بتلاتة، فمش هيبيعها لك، مش هيبيعها لك. انما انت لو معاك الجنيه النهارده انزل هاته على طول. ما تستناش بقى ان انت معاك جنيه وتستنى بكره تقول له انا هجيبها بكره او هسأل مش عارف فين، تروح له المحل يقول لك بتلاتة، مش هيبيعها لك غير بتلاتة، يبقى انت خسرت. ركز كويس قوي. وكمان الكلام موجه للعرسان اللي هم هيتجوزوا، يعني اللي قربت تجيب حاجاتها. بصي، ما تجيبيش من مكان واحد، قطعي كل حاجتك، وفري، شوفي التوفير هيوصل كام. ما تجيبيش اعلى حاجة، خليكي في المتوسط، فوق المتوسط. حددي مثلا مبلغ معين للغسالة والتلاجة والبوتاجاز. تمام. هاتوا اللي تقدروا عليه، هاتوا اللي تقدروا عليه. ربنا يعين الناس كلها. ودي رسالة للناس اللي هي بتشتري، والناس كمان اللي بتبيع، يا ريت تبيع كمان بسعر يعني يكون عادل، يعني ما تفتريش. وربنا يعدينا من الأزمة دي على خير إن شاء الله، هتعدي والدنيا هتستقر بإذن الله. ودعواتكم لأهلنا في غزة، والسلام عليكم.